السلام عليكم. الفيديو النهارده فيديو مش عادي. النهارده هنعمل مع بعض الفطير المشلتت. لو انتي سنه اولى مطبخ بقى كده وخايفه تعملي الفطير، او انتي بتعمليه وعندك مشاكل كده وبتقابلك مشاكل وانتي بتعمليه، بامر الله النهارده الفيديو كنز معلومات بجد. هخليكي استاذه في اعمال الفطير. هقولك بقى كل اسباب نجاح الفطير، وكمان الحاجات والمشاكل اللي بتقابلك وانتي بتعمليه، وهتعمليه في وقت قياسي جدا. بجد الفيديو كنز معلومات. اتمنى تكملوا معايا كده الفيديو للاخر عشان نشوف هنطلع الفطير القمر ده ازاي، بطريقه عبقريه، بطريقه فرد سهله جدا هتعمليه اكبر عدد في وقت قياسي. هقولك بقى كل اسباب نجاحه وازاي يتنفخ معاكي كده زي البالونه، وكمان العجينه المظبوطه اللي تطلع معاكي احلى فطير. لان في الفطير المشلتت اساسه العجينه، ظبطتي العجينه الفطير يتظبط معاكي. نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنطلع مع بعض الفطير المشلتت ازاي. اول حاجه انا عندي كيلو من الدقيق، استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات. تمام. هننزل عليه معلقه صغيره من الملح، 3 معالق كبار من السكر. ما نكترش الملح لان لو كترنا الملح العجينه هتقطع معاكي. 3 معالق من السكر مش كتير ابدا في الفطير، هو اللي بيديله اللون الذهبي في التسويه وبيديله اللون الحلو واحنا بنسويه. تمام. لكل كيلو دقيق بقى هنستخدم من 2.5 كوباية ميه ل3 كوبايات ميه. انا هنا نزلت ب2.5 كوباية مبدئيا، وبعدين هننزل بنص الكوبايه التالت بالتدريج. تمام. الفطير المشلتت يا بنات عباره عن عجينه مظبوطه. صدقيني لو ظبطتي العجينه هتاخدي احلى واجمل فطير. تمام. هقولك ازاي تطلعي العجينه بقى زي قطعه الملبن كده في ايديكي طريه جدا علشان يتظبط معاكي. التوريق سهل جدا، الفرد سهل جدا، اهم حاجه هتظبطي العجينه. هقولك ازاي تعمليها بقى في وقت قياسي وما تتعبيش ابدا وانت بتعجنيها. ازاي نعمل عرق في العجينه. مبدئيا هننزل بالميه بالتدريج 2.5 كوباية، وبعدين هننزل بنص الكوبايه التالت تدريجيا لحد ما العجينه كده تتظبط معاكي ويبقى ما فيهاش اي دقيق كده وتبقى طريه. انا مش عايزاها ناشفه. تمام. كل ما تبقى عجينه الفطير كده طريه مش بتلزق، يعني تكون طريه في ايديكي، اعرفي ان انت هتاخدي احلى واجمل فطير. تمام. هقول لك بقى الدقيق بتاعك لو ما فيهوش عرق ازاي نعمل له عرق كده، وازاي يبقى يمط معاكي وما يتقطعش منك وانت بتفرديه. تمام. بعد ما العجينه لمت بقى، هنا انا استخدمت 3 كوبايات من الدقيق. هنسيب العجينه ترتاح 5 دقايق، يعني يا دوب لمينا العجينه كده بالميه. هنسيبها 5 دقايق، هنغطيها بكيس تلاجة وهنسيبها ترتاح 5 دقايق عشان كمان ما تتعبيش في العجن. وازاي تعملي عرق مظبوط للعجينه، وازاي العجينه تنعم معاكي. يعني هنلمها ونسيبها 5 دقايق، هنريحها 5 دقايق، وبعدين نبدا نعجنها مره تانية. تمام. اول ما تبداي عجن فيها كده بتحس ان هي العجينه ملمسها اختلف تماما، بتبقى خشنه كده معاكي، بتحس ان هي بدات تنعم ومبتاخديش وقت ابدا في العجن. وكمان كل ما بتعجني العجينه مظبوطه تديها عرق، العجين بيعمل عرق معاكي وتعرفي ان انت هتاخدي احلى توريقه للعجين. تمام. للمره التانية عجنتها حوالي دقيقتين كمان. بصوا بقى العجينه لسه بتقطع معايا، طول ما العجينه بتقطع كده اعرفي ان هي لسه ما عملتش عرق. تمام. هنغطيها بكيس وهنريحها للمره التانية 5 دقايق. تمام. يبقى هي شويه خطوات كده هتمشي عليها، العجينه هتتظبط معاكي، الفطير هيبقى تحفه بامر الله. يعني المره التانية هنا سبتها 5 دقايق. تمام. هبدا بقى اعجن فيها. ما شاء الله شايفين العجينه بدات ملامحها تتغير تماما، العجينه بدات تنعم قوي، بيبقى شكلها تحفه. شايفين ما شاء الله طريه جدا ناعمه جدا. نبدا بقى كده نديها العجنه المظبوطه حوالي 5 دقايق عجن، مش بتتعبي ولا بتاخد معاكي وقت ابدا. تمام. بقت ناعمه جدا وبقت بالشكل اللي انت شايفاه ده. 10 دقايق كده بصي هتحسي ان بقى الملمس اختلف بقى فيها عرق كفايه في العجينه ومش بتتقطع معاكي وانت بتعمليها. هناخدها بقى كده وعلى الرخامه بتاعتنا وهنقطعها كده 4 اجزاء. يعني كل كيلو دقيق انا بعمل منه 4 فطاير. تقدري على فكره تعمليه لو انت عايزاه حجمه اصغر من كده هتعملي منهم 5 فطاير، وحجمه كده وسط. لو انت حابه تعملي الفطير اكبر من اللي انا عملته هتقسميهم على 3 فطيرات او على فطيرتين، يعني حجم الفطير طبعا على حسب حضرتك ما تحبي. تمام. هنعمله كور بقى كده وهننعمه. ما شاء الله شايفين العجينه شكلها عامل ازاي، بقت ناعمه جدا وتحفه جدا. العجين بتاع الفطير ظبطتيه صدقيني هتاخدي اجمل فطير. هي العجينه مظبوطه، تاكدي بقى ان كل حاجه بعد كده سهله. تمام. لايك بقى للفيديو بجد لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي، اتمنى بجد تضغطوا لايك. ولو اول مره تشرفوني في القناه يسعدني ويشرفني وجودكم معايا بجد. شكرا لكلامكم الجميل اللي بتقولوا لي، وشكرا للتعليقات الحلوه. صينيه بقى كده ممسوحه بالزيت، ونحط نحط بقى قطع العجين بتاعتنا كده ونغطيها ونسيبها ترتاح. تمام. انا هنا استخدمت 300 جرام من الزبده. انا عايزه اقول لكم النهارده ان الفطير معايا ما خدش حوالي 200 جرام من الزبده. تخيلوا ان الفطيره الواحده بتاخد 50 جرام من الزبده، تطلع بالتوريقه والقمر اللي انت شايفاه ده. شايفه العجينه بقى بعد ما سبتها حوالي نص ساعه، شايفين المطه اللي فيها. العجينه بقت عامله زي قطعه
الملبن كده او عامله زي اللي باينه في ايديكي. ما شاء الله سهله جدا وتحفه جدا. ظبطنا العجينه والعجينه بقت تمام وزي الفل. الزبده عندي بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش طبعا من التلاجة. تمام. نبدا بقى نفرد العجينه. انا النهارده هنشكلها بابسط طريقه تتخيليها. شايفين بقى العجينه عشان مرتاحه بتتفرد بكل سهوله ازاي؟ بتفردي الاول بايديكي وبعدين بتفردي كده بالنشابه من جوه لبره. تمام. اهم حاجه هتخليها كلها سطحه كده متساوي. اظن الفيديو موضح. اعذروني بقى لو بتكلم بسرعه، مش عايزه اسيب كده اي معلومه صغيره في الفيديو، عايزه اوصل لكم كل المعلومات في الفيديو علشان فعلا تطلعي تستفادي كده وتعملي الفطير بجد بابسط طريقه تتخيليها. افردي بقى من جوه لبره. وعندي بقى الزبده هنا انا مرقتهوش، انا عايزاه كده بالسمك اللي انت شايفاه ده، يعني ما فردتهوش. ابداي بقى انزلي بقطع الزبده كده وغطيها كويس جدا. يعني كل فطيره خدت حوالي معلقتين او 3 من الزبده. شايفين الجمال والبساطه؟ اهم حاجه هتوصلي بقى تفردي الزبده كويس جدا على العجينه كلها، ما تسيبيش كده اي جزء في العجينه بدون زبده. تمام. شايفين بقى انا عملتها كده دايره، وبدات كده بقطعه البيتزا بقى او بالسكينه هتقطعيها بالشكل اللي موضح في الفيديو. وابداي بقى طبقيها. ما شاء الله العجينه عشان مرتاحه، شايفين بتتفرد معايا بكل سهوله ازاي؟ ما شاء الله على الجمال، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. هقولك بقى ازاي تسويها مظبوط وازاي تطلع معاكي التسويه مظبوطه جدا. نمشي كده على الخطوات واحده واحده وجربي الفطير، وهستنى رايكم في الكومنتات. ابسط طريقه تتخيليها. وما تقلقيش بقى لو قلتيلي هي تخينه، لا مش تخينه. بعد ما طبقناها كده كلها هندخل كده الاحرف من تحت وبعدين هنقلبها ونبدا بقى كده نلمها كوره. شايفين الجمال؟ مفيش ابسط ولا اسهل من كده. ودلوقتي انا فردت واحده تانية وحطيت عليها السمنه، بس انا اوريكم بس طريقه التشكيل. وطبعا كل ما بتقطعي الفطيره كل ما هيديكي طبقات اكتر. يعني الطبقات اللي انا بعملها ديت هي هتكون طبقات الفطير. لو انتي مبتدئه بقى او لسه كده سنه اولى مطبخ، صدقيني اسهل وابسط طريقه تتوقعيها لعمل الفطير هي في الفيديو النهارده. هتعمليه والكل هينبهر من جماله احلى مليون مره من اللي بتشتريه من بره. والفطيره ما تكلفتش حاجه ابدا، وبابسط طريقه خلصت بقى كل كميه الفطير. شايفين ما شاء الله؟ شايفين الفقاعات كده اللي في الفطير او البابلز اللي في الفطير ده؟ اعرفي ان الفطير بتاعك ناجح جدا. هنغطيها بقى بكيس وهندخلها التلاجة. لازم ندخلها التلاجة حوالي نص ساعه قبل ما نفرده. عندي الصواني بقى لازم ندهنها كويس جدا بالزبده. الفطير لازم تدخلي العجينه في التلاجة بعد ما بتحطي فيها الزبده. ليه بقى؟ لو ما دخلتوش في التلاجة اول ما بتدخليه الفرن كده، صدقيني الزبده هتبقى سايحه، هتخرج من الفطير مش هيورق معاكي. لازم الزبده اللي جوه الفطير تكون متماسكه. شايفين هنا كنت بوريكم من شويه الفطير شفتوا عملته باقي يعني استخدمت حوالي 200 جرام من الزبده وباقي حوالي 100 جرام. يعني كل فطيره مثلا اخدت حوالي 50 جرام من الزبده بعد ما دهنت الصواني. وبعد ما سيبته في التلاجة بقى شويه، شايفين ما شاء الله الفقاقيع اللي فيه دي او البابلز اللي فيه ده؟ تعرفي ان الفطير بتاعك مورق جدا وناجح جدا. بايديكي بقى وبفردي في الصواني. مسحه خفيفه بقى من الزبده على وش الفطير. ونتكلم بقى على التسويه المظبوطه للفطير. الفطير يا بنات لازم يدخل على فرن سخن جدا جدا. يعني هتسخني الفرن قبلها كده بربع ساعه قبل ما تبداي تدخلي الفطير. هتشغلي الفرن قبلها بربع ساعه وهتدخليه تحت على الصاجه الاقرب للفرن من تحت، يعني على ارضيه الفرن كده علشان يتنفخ ويديكي يبقى زي البالونه كده معاكي. اول ما بياخد اللون الذهبي كده بتشغلي الشوايه بقى لحد ما ياخد اللون الذهبي القمر ده. شايفين ما شاء الله على الجمال وعلى التوريقه بتاعته؟ خفيف جدا، ورقه كده خفيف، تحسي كده ان انتي بتاكلي جلاش. حاجه كده ما شاء الله ابسط مما تتخيليها، سهله جدا وبسيطه جدا. شايفين لون الفطير؟ وكمان خفيف مش تقيل، باقل كميه دسم بقى عملناه. صدقيني لو انتي بتعملي عايزه تعملي مشروع، المشروع مناسب جدا. هتعملي الفطير ما بيتكلفش اي حاجه ومش بياخد منك وقت ابدا واسهل مما تتخيليه. الكيلو الفطير عمل الكيلو دي عمل 4 فطيرات، وعملنا ال4 فطيرات ب 200 جرام زبده. تتخيلوا الجمال؟ جربوه واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. والسلام عليكم.